من هذه الأمور في مرض السرطان. شافانا الله وإياكم جميعا. نفس المادة الكيميائية اللي بولي إيثيلين تريفثاليت تصنع منها أكياس الشاي. أكياس الشاي الآن اللي نحطها في الماء الحار، هذه ما المفروض أنها ما تغلى أصلا. يعني بعض الناس يغلي كيس الشاي مثلا في البراد ودرجة حرارة مرتفعة، والصحيح أنه يعني يوضع عند درجة حرارة منخفضة، يعني أقل من 100 درجة مئوية، لأن فيه نقطة يسمونها النقطة اللي تكسر عندها، مو بتكسر البوليمر. الشاي بوتيلة هذا. أي نعم. نعم. هذا المفروض ما يغلى. نعم، لا المفروض ما يغلى. وإذا أغلى وش أجزاء من البلاستيك تتراكم في جسم الإنسان، يعني المشكلة تأتي مع الزمن، يعني والمشكلة هي يعني هذا وش يسبب لما تتراكم هذه الأشياء؟ كل مشاكل البلاستيك تؤثر على الغدد، يعني يسمونه اندوكرين ديسربتوري، أو يسمونه يعني معيق أو مؤثر على الغدد الصماء اللي كان يتكلم عنها الدكتور. نعم بالضبط. هي أي عشب سواء كان شاي أو ينسون أو كركديه أي حاجة، ونازله كتير قوي خصوصا في الشاي الاخضر، موضوع اللي بيسموه الشاي الفتله. فبنقول من فضلكم نحاول نغير عادتنا. لو عندنا اي شاي تاني يعتبر افضل بكتير، انما لو ما عندناش الا الشاي الفتله بنقول ببساطه شديده هنفضي الاول الفتله في الكوبايه قبل ما نصب الميه السخنه. نزول الميه السخنه على الفتله واللي هي متبيضه بمركب الديوكسين، سواء كانت الفتله او الورقه، مركب الديوكسين عند 70 درجه مئويه بيبقى مسرطن. انا بصب ميه حرارتها 100 درجه مئويه. عشان كده بنقول من فضلكم نغير هذه العاده على قد ما نقدر، يا نستخدم الشاي العادي ونبعد عن اي باجز او نفضيه قبل ما نصب. لهم نكون وصلنا لنهايه هذه الحلقه. دمتم بخير. كان معكم سمير الأحمد، والسلام.